السلام عليكم خواتاتي خياتي الزينات، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وبصحه وعافيه يا ربي. رجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد. كنت شاركت معكم مشترياتي تاع السلعه ومصروفي تاع الكوزينه كيفاش مقسماته كاول فيديو حطيته في القناه. ان شاء الله تكونوا شفتوه واستفاديتوا منه. كما تعرفوا كي نشرو السلعه خص نعاودوا نستفوها ونردوها لبلاصتها. انا عندي هذا المنظم حاطه فيه السلعه تاعي وحالته راهي الى حاله خصني ندير له تنظيف عميق ونقيه غايه باش هكا نرد السلعه تاعي على حاجه انقيه. كما تعرفوا الصيف راهو فات، والصيف كما تعرفوا فيه الدخلات والخرجات وفيه الضياف، وهذا داخل وهذا خارج وكاع يعني كاع صبالحنا غادي يتوسخوا، هذه حاجه باينه. هذا هو المومون ولا هذا هو الوقت كما نقولوا صاي كي يخرج الصيف ويدخل الخريف نبقاو نديروا التنظيف العميق لدارنا. كما نقولوا المنظمات الكويزينيير فريجيدير الماريو تاعنا نجبدو كما نقولوا صاي هذا هو الوقت عليه نجبدو قش الشتاء ونردو قش الصيف ولا نجبدو قش الخريف. نبقاو نغسلو في اليريدو اللي عندها الفراش مازال ما غسلاتهش بدا تغسل فيه. نغسلو كيما نقولوا التيقصه كيما نقولوا الحال بدا يبرد. كي تبلعي كيما نقولوا التيق تاوعك ولا لي فولي تاوعك تبلعيهم على حاجه نقيه تنقيهم تنقي لي ريدو. تمسحي الحيطان من الغبره كيما تعرفوا الصيف على طوله نكونوا حالين التيق ومشرعينهم. الغبره راح باينه تكون معشه في الدار وتكون دايره حاله. يعني ان شاء الله هادو الروتينات كاع غادي نشاركها معاكم كل خطره نديرو حاجه هكا باش نتحمسوا وكل خطره وحده يعني تنوض وتنقي بلاصه عندها راهي مسخصه. هذا هو المومو هكا باش كيما نقولوا مع الدخول المدرسي وباش تلهي مع ولادك وكاع. هذا هو يعني صاي كمل وقت الدخلات وقت الخرجات كمل الصيف دروك جا الخريف وجا البلاع في الدار والنقاء وهذا ما كان. المهم قاعد تعرفوا التنظيف العميق يعني ما راحش نتكلم على هذا الموضوع. راح كيما قلت لكم ننظف هذا المنظم. اليوم راح نحكي على واحد الموضوع اللي راهو منتشر بزاف ولا اللي كيما نقولوا موضوع انا عايشينه موضوع من الواقع. راح نهدر على الكنة اللي تعيش مع العيال يعني اللي تعيش مع دار راجلها. ما غاديش نقولوا إشكالية تاع الكنة والعجوز خاطش في كل بلاصة نلقاو عائلة مليحة وعائلة دونية، نلقاو كنة مليحة وكنة ماشي مليحة. يعني هادو المشاكل تاع الكنة اللي عايشة في العيال ولا مع دار راجلها يعني منهم وعليهم. لكن راح نتكلم على واحد الموضوع اللي صراحة مانيش مأمنة بلي مازال راهو صاري يعني لحد الآن. أنا في 2023 مازالوا هادو المواضيع كاينة ولا هذا العيشة مازالت كاينة. المهم راح نحكي على واحد القصة تاع عشيرة مسكينة كنا متزوجة. مهم هذه الشيرة كيما نقولوا لا فامي تاعي وقريبه ليا وقصتها يعني كيما نقول لك ماشي حكاوها لي ولا صح قصتها صاريه في كيما نقولوا في العائله تاعنا. المهم هذه القصه صايره في المناطق الداخليه تاع الجزائر هكا ما غاديش نقولوا ولايه بالضبط ولا المهم هكا باش ما نكونوش جهويين ولا. المهم صاريه في المناطق الداخليه كيما نقولوا البيض نعامه سعيده غليزان معسكر هادو المناطق. المهم الشيرة لاباس عليها شابة بصحتها قارية عندها ماستر دو في الأدب العربي. المهم كي وصلت سن 28 كانوا يتقدموا لها ناس لكن هي كانت زعما تقول أنا مدبية نخدم عشت قليلة وتربيت قليلة مدبية كيما نقولوا قرايتي ما تضيعش وخصني زعما مدبية نلقى الراجل اللي يخليني نخدم. المهم اللي كانوا يتقدموا لها كانوا يرفضوا لها الخدمة وهي كانت ترفض. كي وصلت سن 28 المجتمع كيما نقولوا صاي ولا يحسسها بليك شو راهي بايره وكل ما تتزوج يفوتها الترا وكاع راكم تعرفوا عقليه تاع المجتمع. المهم الاب تاعها جاب لها انسان يعني كان ناوي الحلال قالها هذا السيد راهو ناوي الحلال شوفي الى عجبك. كي تقدم لها السيد وشافته وشافها كي سقساتو على المستوى الدراسي تاعو
لقات هذاك الانسان ماشي داخل مامبا المدرسه، ماشي داخل مامبا الكوليج. صراحه كانت هذه صدمه ليها. في الاول هي ما تقبلتش، قالت على الاقل على الاقل يعني نلقى انسان مهم ماشي مكمل قرايته بس على الاقل يعرف كيما نقولوا البا والتا. المهم الاب تاعها قالها زعما هادو ناس ملاح وبرزقهم وبخيرهم وغادي تندمي الا ما ديتيش، وانا صايمه نبقاش غير نرد في الناس وكاع. المهم بالضغط تاع والديها تزوجات. كي تزوجت كيما نقولوا طاحت في عائله كبيره، وهذو العائله كيما نقولوا ساكنين على برا، عندهم الغنم وعندهم يعني راكم تعرفوا. المهم الزوج تاعها واش يخدم في رزق تاع باباه، كيما نقولوا يرعى الغنم. وراعي الغنم ماشي حاجة عيب، عادي، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم. لكن المشكل وين؟ المشكل هو انه الاب تاع يعني تاع راجلها ولا شيخها هو المتسلط في الدار. هو كي يقول لراجلها موت يعني تموت، كي يقول لكنته موتي سموك تموتي. المهم لا علينا. راجلها خدام في رزق وبوه، وهي خدامة في في عند كيما نقولوا عند دار شيخة وراجلها. حتى العجوز زايدتها يعني شقا ديري هادي فتلي، يعني متخليهاش قاعد تريح. حتى انه كي ولدت بنتها الاولى من كثرة الشقا والتعب كيما نقولوا ما كانش تلها باش ترضعها مسكينه، حتى مصارينها تخيطوا شغل استومتها ومصارينها صاير قاقو ما ولاوش يرفدوا كونتيتي تاع ماكله مسكينه. المهم وراجلها كيما نقولوا خدام في رزق بوه غي ياكل ويشرب. مامبا هذاك راجلها يعني دوره ما يسعش في جيبه، يعني شي يعني باباه ما يعطيش حتى كيما نقولوا دوره ابيض، قرش ابيض ما يعطيهولهش. سموك خصك زعما تخدم في رزقي ومرتك تخدم عنا. المهم زيدت البنت الاولى وراجلها بغالها الشير كيما تعرفوا هذو المناطق يبغوا الشاشره. قال لها خصك تجيبي لي الولد. تاني رفدت بالبنت الثانيه، وفي نفس الحاله مامبا مصروف تاع باش يصرف على مرته ولا يشيلها بدعيه ولا يشيلها كوسميتيك ولا باش تخرج تحمم ولا ما عندوش. كي نقول لكم باللي دوره ما يسعاش في جيبه ما يسعاش في جيبه. شغل هذاك راجلها بدون شخصيه، ماشي باش يروح يواجه باباه ويقول له اعطيني حقي ولا حق تعبي ولا لا. مهم يروح يخدم عند باباه يرعى الغنم ويولي لداره ويزيد يغيب على داره ومرته يعني بالشهور ب15 يوم، ومرته تقعد تهمبر في دار شيخها. زادت تاني البنت الثالثة. كي زادت البنت الثالثة وجاتها السلفة يعني حماها تزوج. صاي خلاص الشيرة ما قدتش. قالت غير انا في المشاكل تاع شيخي وعجوزي ونزيد المشاكل تاع السلفة وكاع. قالت خصني ندير داري وحدي. دارتها تاني بالدبزة ودار طلعت الفوق بالشي اللي كان عندها. كيما نقولك حتى الآن أنا في 2023 فريجيدار ما عندهاش. يعني شوفوا الحال اللي مسكينة عايشة فيه. مالغري بالبنت الاولى كي لقات روحها هكا في المشاكل وكاع بغات تطلق وتروح لدارهم، لكن دارهم رفضوا لها الطلاق. سختو امها قالت لها شغل عنا عيب باش المراه تطلق وخصك تصبري. وامها هي اللي كانت تدرق عليها وما كانش مابا الاب تاعها اللي زوجها ما كانش عارف كيفاش عايشه. المهم فاتوا العوام ورا عندها دروك 3 بنات وعايشة هذه العيشة كيما نقولوا كوما شيخة ما يطلع لهاش القفة، يعني تقعد بالجوع تقعد بالزمان تقعد للشر. مامبا باش تعيد ما تعيدش كيما الناس ولا تشري بدعية تاع عيد. مامبا ما تديش الحلوى تاع العيد في دارها. المهم كيما يقولك عايشة للربي وخلاص. هذا العام كيما تعرفوا حلو منصة تعاقد تاع الأساتذة اللي يقروا في المدارس الابتدائيه ولا. المهم مسكينه هي سجلت وربحت في المنصه، يعني عيطوا لها باش تروح تدرس في المدرسه. نهار اللي راجلها قبل وكان رايح يديها باش تخدم، يعني نهار الدخول المدرسي يوم الثلاثاء شيخها وقف لها في الطريق وقال لها اذا خرجتي تخدمي نقتل روحي. وقف لها هو وحماها اللي عازب يحكموا فيها، وحتى سلفتها اللي معاها في الدار شيطنة شيخها وشيطنة عجوزتها وقالوا لها ما عندها ما تدير بالخدمة وخصها تقعد كيفي كيفها. وصلنا لوحد الحال حتى انه الشيخ يحكم فيك لهذه الدرجة.
يعني خلاص كيما نقولك ما بقات عيشة، ما بقات عشرة، ما بقات حتى حاجة. يا ناس اتقوا الله في رواحكم قبل ما تتقوا الله في كناينكم ولا في اي واحد. بأي حق، هذه ما يبغيها لا ربي ولا العبد ولا العقل ولا المنطق ولا المجتمع، أنك تحكم في يعني الزوجة تاع ولدك، ولا أنه تعيشها هذه العيشة. ولي هذاك شغل هذيك الشيرة مسكينة ما لقاتها لا من دارهم، ما لقاتها لا من كما يقولوا دار راجلها، راهي عايشة للربي وخلاص. ب66 كشفة باش راهي كما يقولوا راحوا خلاوها تخدم. يعني شوفوا وين رانا في مجتمع في ناس ما زالوا يخموا بهذه الطريقة وما زالوا يحكموا في الكنة. الله يهديهم، هذا ما نقوله. اي وحده عايشه كيما هكا من نهار الاول شفتي انه عيشتك مع راجلك مستحيله، ولا ما تقديش تعيشي مع دار راجلك، ولا راجلك ما عندوش شخصيه. الفقر ما راهوش عيب، لكن كي يكون عندك راجل بلا شخصيه ما يدافعش عليك، ما يدافعش على حقوقه، ولا نقول لك روحي ساكريفي على روحك، كيما يقول لك طيحي ونوضي براسك بوحدك حتى ولو ما قبلوكش داركم، ولا فرضي روحك وعيشي كيما يقول لك عيشه كريمه، تاكلي كيما يقول لك الماء والخبز ولا هذا الدل. هذه هي ان شاء الله القصه تاع اليوم اللي حكيتها لكم، ان شاء الله تدو منها العبره، وان شاء الله الناس تتفطن وما تبقاش كيما يقول لك عايشه في الظلم، وما تبقاش معيشه الناس الظلم، وما تبقاش كيما يقول لك يخموا هذا التخمام. وان شاء الله يا ربي كيما يقول لك الله يفرجها على كل وحده مغبونه. بصراحه غبينه كيما هذه انا مازال ما شفتهاش، وممكن ما يكون اكثر من هكا. ان شاء الله كل وحده مغبونه في دار راجلها مع العيال، حتى ولو في دارها وحدها، لا يفرج على كل وحده وليه مغبونه. هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. الى عجبكم نقول لكم ما تبخلونيش بلايك، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات اخرى وروتينات تاع التنظيف العميق اللي راهي جايه ان شاء الله.